بنها بالقرب من القاهرة. شروق محمد عبد الغني بنت صغيرة فتاة 20 سنة وحيدة أهلها، راحت تعمل عملية تدبيس في المعدة في مستشفى بنها العام، وبكل أسف خرجت من المستشفى جثة هامدة. إزاي؟ تعالوا نشوف التفاصيل مع عماد بطراوي. شروق محمد عبد الغني كانت تحلم أن تعيش حياة طبيعية، مما دفعها إلى الذهاب إلى أحد الأطباء لعلاج مشاكل زيادة وزنها عن طريق إجراء عملية تحويل مسار المعدة، لكنها لم تكن تعلم أنه في خلال شهرين سترحل عن عالمنا ضحية الإهمال الطبي. التقيت مدام هويدا والدة شروق وحكت لي رحلتها العلاجية التي مرت فيها ب7 عمليات، رحلة بلا رجعة. كانت عايزة تعمل عملية اسمها تحويل معدة. شفناها في التلفزيون وكده ونتائجها، وانها يعني تجيب نتيجة مضمونة وكويسة. فاتصلنا بالدكتور نبيل، قال بعملها. عملت تحاليل تثبت ان بنتي سليمة 100%، فيهاش اي حاجة، وانها جاهزة للعملية. يعني كان عايزة تعمل تحويل معدة بنتي. قال لها لا، انت عندك 20 سنة وصغيرة، العملية دي خطيرة، وانت مش هتعرفي تتجوزي، مش هتعرفي تبقي حامل، مش هتعرفي تاكلي، مش هتعرفي تشربي. انا هعمل لك حاجة جديدة خالص، عملية جديدة خالص. اسمها ايه يا دكتور؟ اللي انا فهمته وانا قاعدة اسمعه بيتكلم، قال تكميم، حاجة اسمها زي تكميم معدة. الهرمون اللي بيخليكي عايزة تاكلي كتير انا هتحكم فيه. انتقلت شروق الى المركز الطبي التخصصي بمدينة نصر لإجراء العملية. اول ما فاقت لقيت كمية دم رهيبة بترجع على طول على طول على طول. قال ده طبيعي بعد العملية انها ترجع وكده. من يوم ما رجعت البيت بنتي ما شافتش يوم واحد راحة، ما ارتاحتش يوم واحد، حرارة عالية على طول، ترجيع هستيري اكتر من 18-20 مرة في اليوم بترجع. واتصل بيه يقول لي يا حاجة انا مطمئن بنتك ما فيهاش حاجة، ده بتدلع. بعد إجراء منظار طبي لمراجعة حالة شروق، اتجهت بها والدتها بتوجيه من دكتور نبيل شديد إلى مستشفى الجامعة ببنها، وبدأت في إجراء عمليات واحدة تلو الأخرى إلى أن تدهورت حالتها. رحت مستشفى الجامعة وطلعنا وبنتي عملت العملية، انسداد في المعدة. عرفت بعد كده طبعا انه قطع معدتها خالص، مفيش معدة، ان معدة بنتي اتشالت. 4 عمليات في 10 ايام. وبعد كده 3-4 ايام ولقيتها زرقاء في السرير، مش عارفة تتكلم خالص. اتصلت بيهم قلت له مش عارفة تتنفس وزرقاء. طلع الدكتور وقال عندها جلطة. طلع لي الدكتور من العناية بالقلب، جلطة. نزلت ببنتي العناية المركزة، قصدي الإهمال المركز. وبعدين كام يوم كده وقالوا الشوق ملهاش علاج عندنا، تطلع فوق في أوضتها، هي كده كويسة وقلبها ما فيهوش حاجة. يا دوبك بيحطوها على السرير لقيت بركة دم انفجرت وفي حفرة في بطن بنتي مفتوحة. صوتت وصرخت. جري الدكتور محمد فتحي وقال جراحة فورا، جراحة الطوارئ فورا. وبنتي في وسط بركة دم. نزلت الجراحة 5 مرة في 15 يوم. حاولت والدة شروق الحصول على تقرير من المستشفى عن حالتها لمحاولة إيجاد علاج لها داخل أو خارج مصر. أنا مش عايزة تقرير ممضي من الجامعة ولا من دكتور ولا هدين أي حد ولا هشتكي حد، بس أنا عايزة بنتي. بعت التقرير لأخويا في لندن عشان أحاول أصفر بنتي. دكاترة ضحكوا عليه هناك وقالوا له إيه اللي أنت بعته ده يضحكوا بيه على عيال في الشارع ما بيفهموش في الطب. قبل دكتور اسمه أشرف الزغبي قال لي بنتك ما عندهاش معدة والمريء مقطوع وفي توصيلة بينه وبين الأمعاء، والأمعاء مفصولة عن بعضها في 3 أجزاء، وعندها ثقب في الكبد والتهاب في القصبة الهوائية والتهاب في اللي فاضل في المريء وتسمم في الدم وقرحة فراش والتهابات في لسانها ونزيف في لسانها. لسان بنتي كان بينزف. حررت عائلة شروق محضرا في قسم الشرطة ضد دكتور نبيل شديد لاتهامه بالإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة ابنتهم. عشان ما حدش يعمل كده تاني، عشان أي دكتور يمسك أي إنسان مريض يراعي ربنا فيه قبل ما يعمل فيه أي حاجة. والله ما بعمل كده عشان بنتي، أنا مش هاخد حاجة. أنا صرفت أكتر من 320,000 جنيه. أنا طلبت البنت الرحمة، قلت له ارحمها يا رب، ارحمها خلاص. أنا هتعذب بفراقها بس ارحمها بالعذاب اللي هي شايفاه. قصة وفاة شروق
حكتها لنا والدتها فقط للتعبير عن معاناة عاشتها، تنقل من خلالها للمشاهدين مأساة في الإهمال الطبي، وتدعو المسؤولين من خلالها إلى إعادة النظر في المنظومة الطبية المصرية. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش. في حاجة في الإعلام وفي الصحافة اسمها بدون تعليق. متهيألي الكلام اللي اتقال لا يستحق أي تعليق مني خالص، غير إن أنا أدعو للفتاة شروق بالرحمة والمغفرة، ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها على فقدانها. الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها بالمناسبة خد قرار بإيقاف الدكتور اللي عمل لها الجراحة وابعاده عن وظيفته. وطبعا اكيد العدل والعداله والقانون لازم تاخد مجراها. التحقيقات مستمره في النيابه الى ان نعرف بالظبط تطورات هذه القضيه هتروح في يعني اي زاويه. والسؤال: من قتل شروق بنت ال20 بنت مدينه بنها بالقرب من القاهره؟ الله يرحمها ويحسن اليها. بعد الفاصل حوار سياسي شامل مع المفكر والدبلوماسي المعروف